السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم زينب زياد. ان شاء الله النهاردة الجزء الثاني من الفيديو بتاع تفريزات رمضان. انا عملت لكم فيديو قبل كده عملنا فيه حاجات كتير. طبعا في الفيديو اللي فات عملت لكم عصير البرتقال بالجزر، وعملنا مع بعض صلصة الطماطم، عملنا السبانخ، عملنا الحباش اللي هو بتاع المحشي، اللي هو الكزبرة والشبت كمان بتوع السبانخ عملناهم وحطيناهم في اكياس. كمان سلقنا مع بعض الكرنب وقطعناه وبرده فرزناه. عملنا كمان الحمص المسلوق، عشان لو عملتي مثلا سبانخ بالحمص او اي وصفة بالحمص، حمص باللحمة مثلا او اي حاجة. عملنا كمان العدس اللي بجبة، علشان العدس اللي بجبة ده بالنسبة لي برده من الحاجات المهمه قوي، لان انا بعمل له اكلتين او 3 في رمضان، حلو جدا جدا جدا. ووجبه حلوه قوي في رمضان مع بطاطس محمره وشويه سلطات وغنوج وشويه حاجات كده اللي هي بيسموها اكل التفليته، بتبقى حلوه قوي. وكمان عملنا مع بعض عصير مانجا برضو حطيناه في الفريزر. ده الفيديو رقم 2 عشان التفريزات. كل ما اعمل حاجه ان شاء الله بنزلها لكم. انا هدفي من الموضوع ده ان احنا طبعا الصيام بيتعبنا جدا وبنبقى مش قادرين اصلا نقف في المطبخ. اول حاجه طبعا علشان نسهل على نفسنا ان احنا ما نبقاش مرهقين وتعبانين واقفين في المطبخ. تاني حاجه طبعا علشان ما نبقاش الوقت كله في المطبخ، ونتعبد ونصلي ونقرا قران، ننزل الصلاه في الجامع، تراويح والتهجد وكده. فقلت ان احنا نسهل على نفسنا. طبعا انت ممكن الشهر ده وانت بتعملي اكله للبيت عادي بتقومي عامله اكله تانية بنفس المكونات ونفس كل حاجه، بحيث ان انت تفرزانيها ويبقى انت كده. يعني مثلا بتشوي فرخه فايه تعملي تتبيله 2 وعيني واحده في الفريزر، وهكذا. مثلا عملتي النهارده كفته، اعملي اكله كفته تانية وحطيها برده في الفريزر. هتبقى متسهل عليكي في رمضان ان انت يبقى عندك كذا حاجه. حتى لو مش كل يوم هتعملي اكل مفرزن، ممكن يعني على الاقل لما تكوني تعبانه قوي او مثلا ما عندكيش وقت او كذا، تقدري ان انت تطلعي من المتوفر عندك. انا هنا بقى هقول لكم انا عملت ايه. طبعا هنا اول حاجه عملتها معايا هي البتنجان المشوي. شويت كميه كبيره من البتنجان وقشرت البتنجان وطلعت القلب اللي فيه، ودلوقتي هحطها في اكياس وافرزنها علشان السلطات. طبعا بابا غنوج، طبعا السلطه بتبقى حلوه جدا في رمضان، لازم نعمل سلطات كتير مع الاكل. فالبابا غنوج طبعا لو انت طلعتي البتنجان المشوي ده حطيتيه عليه الطحينه والمكونات بتاعت بابا غنوج اللي انت بتعمليها، هيبقى سهل جدا عليكي وبسيط، ومش هتقعدي تشوي في الفرن لسه وتطلعي وكذا. هتوفر عليكي خطوه حلوه. فبالتالي دوت المفروض ان انا هحطه في اكياس وافرزنه. الحاجه التانية عملتها معاكم المره اللي فاتت وعملت لكم فيديو مفصل ليها، هي البتنجان اللي هو اللي بتاع الحشو. احنا عملناه وفرزناه وحطيته في اكياس زي ما انتم شايفين كده، وجمدته علشان ان انا اما عاوز اعمل محشي اطلعه بسهوله جدا واحشي على طول. وكمان في الفيديو بتاع التفريزات الاول انا عامله لكم الكرنب وعاطيه لكم الطريقه في صندوق الوصف برده عشان تشوفوها فيديو عملي قدامكم. طبعا هنا برده عملت الفراخ، عملت كذا فرخه بالشكل ده، تبلتها بالشكل ده. تقدري ان انت تطلعيها على الشوي على طول، وممكن تتبليها التتبيله العاديه اللي هي بتاعه الشوربه وتطلعيها برده على السلق على طول فورا. هنا كمان عملت طعميه وحطيتها في اكياس كده علشان لو احتاجناها للسحور مره او مرتين كده، لو زهقنا مثلا من السحور بتاع الزبادي والحاجات الخفيفه، ممكن نعمل مره كده طعميه. وكمان ممكن نعملها على فطار، مفيش مشكله. في ناس كتير جدا ممكن تعملها على الفطار، يعني مش كل يوم لحمه وفراخ واسماك وكده، لا ممكن نغير برده. انا كنت منزله برده الطريقه بتاعتها وممكن برده تشوفوها، وهحط لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف. هنا كمان عملت وراك مخليه، التتبيله بتاعتها تتبيله الشيش طاووق. هنا ما حطيتش الفراخ في السياخ بتاعتها، قلت علشان طبعا الشيش طاووق بيتحط له مثلا بصل وفلفل الوان وكده، فالفلفل الالوان لما بيتحط في الفريزر ما بقاش حلو. فانا قلت اسيب الخطوه دي للاخر، لما اطلع الشيش طاووق ده من الفريزر احط له على طول الفلفل على طول فريش ويبقى حلو قوي. طبعا الشيش طاووق موجود التتبيله بتاعته على القناه، وهحط لكم اللينك بتاعه برده في صندوق الوصف. كمان الفراخ المشويه انا حطاها برضو عندي على القناه، ممكن انزل لكم برضو في صندوق الوصف الطريقه بتاعتها باللينك علشان برضو لو احتجتوا ليه. حاجه تانية عملتها برضو اكلتين كده كفته على السريع. عملت الكفته زي ما انتم شايفين وصبعتها طبعا على معلقه خشب عشان يبقى فيها فراغ كده في النص، عشان لما تيجي تستوي معايا بسهوله. وعايزه اقول لكم يا جماعه ان هي كل ما قعدت كمان في التتبيله بتبقى حلوه جدا، يعني لما هتبقى تدخل الفريزر ما تخافوش، هتبقى طعمها حلو جدا، مفيش اي مشكله.
المهم ان انت تعمليها بتتبيله مظبوطه وصحيحه، وتحاولي انت تختبري عشان ما تحطيش ملح زياده او كده، وتبقى عندك مثلا كميه ملحها زياده او كده يعني. برضو نطلعها تبقى ممكن تعملي معاها مكرونه او رز بسمتي او اي حاجه انت بتحبيها معاها. عايزه اقول لكم ان انا منزله لكم طبعا الوصفه دي قبل كده، كفته الحاتي، واخده نسبه مشاهده عاليه جدا، يمكن ده اعلى فيديو عندي على اليوتيوب مشاهده. هحط لكم اللينك بتاعي. عايزه اقول لكم ان انتوا لازم تشوفوا فيديو الكفته ده، حلو قوي، هيعجبكم وهتتبسطوا منه، لانه فعلا الكفته بتاعتي مميزه جدا، وكل اللي دقها قال لي كده، ومستنيه ان شاء الله برضو رايكم. بسهوله جدا برضو هطلعها، هنشويها على طول سواء في جريل او في الصينيه في الفرن، مفيش مشكله منها، وممكن تعملي منها 3 أو 4 اكلات تفيدك جدا وتسهل عليكي. هنا بقى كل ما يجيلي فراوله اعمل مثلا كيس منها احطه في الفريزر، ده قبل كده كنت حطاه، وده النهارده فراوله فريش برضو حطيتها، قلت ايه ادخلها برضو الفريزر عشان العصاير مهمه جدا في رمضان. كمان عملت كمان الجوافه. طبعا الجوافه بقطعها وبنضفها كويس وبحطها في اكياس كده متقطعه. في ناس بتحب تشيل منها البذر، بس انا بالنسبه لي البذر مهم جدا، بحس ان هو بيبقى بيتقل العصير وبيخليه حلو قوي. وبعد ما بعصره بميه وبعدين اصفيه من البذر تماما، بحط له بقى شويه من اللبن، انا بحب قوي الجوافه باللبن، بحط له شويه من اللبن، وطبعا بحليه بالسكر، بتبقى حلوه جدا ومنعشه جدا في رمضان طبعا. وكمان انا عملت معاكم فيديو تاني عن القلقاس، فرزلنا برضو القلقاس مع بعض ووريتكم الطريقه، وده لعلمكم يعني بقاله عندي في الفريزر اهو بتاع 10 ايام من يوم ما نزلت الوصفه، وطبعا زي ما هو بنفس لونه وكل حاجه، وحلو جدا وزي الفل ما فيهوش اي حاجه، ولو قعد عندك في الفريزر حتى لو سنه هيفضل برضو بنفس لونه حلو جدا، ما فيش اي مشكله فيه. طبعا دي كلها افكار تقدروا تنفذوها، مش يعني عايزه اقول لكم ان انتم ممكن تعملوا حاجات كتير جدا. العصاير بكل انواعها، ممكن تقدروا تعملوا عصير، اي عصير انتم بتحبوه مثلا، او مش شرط ان انتم تعملوا عصير، بس فرزانوا فاكهه عشان تبقى مسهله عليكم. مثلا الفراوله دلوقتي موجوده والايام دي كتير، الجوافه برضو لها ايام معينه. طبعا في فواكه طبعا موجوده في الصيف بس، وفي فواكه بتبقى موجوده في الشتاء بس، فطبعا حته ان انت تفرزاني الفاكهه المتوفره عندك، بحيث ان انت لو احتجتيها في وقت مثلا عايزه تعملي عصير تلاقي العصير معاكي، لان طبعا انتوا عارفين العصاير الجاهزه دي بتبقى فيها كميه سكر كبيره جدا ومؤذيه جدا جدا لينا، وما ينفعش ان احنا طول الوقت نعتمد عليها. كمان ممكن تعملي عصاير طبيعيه وحلوه قوي زي الكركديه مثلا، التمر الهندي حلو قوي. في طبعا ناس بتحب السوبيا والعرق سوس والحاجات دي، طبعا كل واحد حسب ما بيحب وكل واحد حسب ما هو متعود. عايزه اقول لكم ان هدف الفيديو بس ان احنا نسهل على نفسنا يا جماعه، مش اكتر من كده. انا حبيت اوريكم ان ممكن في يوم واحد تعملي كذا حاجه، يعني كل الحاجات دي عملتها النهارده، ما عدا بس الحاجات اللي هي مجمده اللي قدامكم زي مثلا القلقاس والطعميه والحاجات اللي انا عملتها قبل كده دي، لا انا كان مثلا الكفته والفراخ والبتنجان المشوي دول عملتهم النهارده سهلين جدا. كنت بطبخ للبيت عادي، وقمت عامله حاجات جنب اللي انا هطبخها، بحيث ان انا اسهل على نفسي. طبعا لو عملتي كده مثلا كل يوم حاجتين 3 كده، هتلاقي نفسك خلال شهر عملتي اكل كتير جدا وحطيتيه في الفريزر وسهلتي على نفسك كتير. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ان شاء الله باذن الله يكون في فايده للجميع، واتمنى ان انتوا تتابعوني دايما على القناه عندي وتفعلوا الجرس. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وتعملوا سبسكرايب لقناتي على اليوتيوب اسمها زينب زياد، واستنوني ان شاء الله في وصفات اكتر بكتير، ودوسوا على علامه الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمه الله.